طيب يا جماعه، اللي لسه ما اتفرجش على فيلم دون سواء على الجزء التاني او حتى لسه ما يعرفش حاجه عن عالم دون، فانصحه بشده يروح يتفرج على الجزء الاول ويجي يشوف مراجعته اللي على القناه هنا، وبعدها يروح يحجز السينما عشان يستمتع بالجزء التاني العبقري للفيلم ده. لان اي حد بيحب الافلام هيفوت فعلا على نفسه فرصه ما بتتكررش كتير لو فوت مشاهده الجزء التاني في افضل سينما تقدر تروح وتتفرج على الفيلم ده فيها. اوكي، الفيديو ده للتوضيح كده لو مخدتش بالك من العنوان بتاعه، فهو فيديو هتكلم فيه بحريه حرق كامله لاحداث كتير قوي في الجزء الثاني لفيلم ديون. يعني انا مش جاي احرق حدث ولا اتنين، لا، انا هحرق كل حاجه عجبتني، كل جهاز او تقنيه عند الفريمن، اسلوب اخراج دينيس لبعض المشاهد، تحولات حصلت للشخصيات في الجزء ده، وانتهاء مصير شخصيات تانية. يعني من الاخر، اللي ما شافش الفيلم ده بجد ما ينفعش يشوف الفيديو ده دلوقتي. استنى لحد ما تتفرج على الفيلم عشان ما افسدش عليك تجربة من اجمل وامتع التجارب السينمائية اللي هتعيش لسه لسنين كتير قدام. وخلينا ما يتأخرش بقى اكتر من كده وندخل بسرعة بقى في الكلام عن الفيلم. You are not prepared for what is to come. الجزء الثاني بيبدأ من نفس مشهد نهاية الجزء الأول، القتال اللي حصل بين بول وخامس واللي انتهى بقتل بول لخامس، وبالتالي تم قبوله للانضمام للفريمن. وبيبدأ الفريمن مع بول وأمه يتحركوا لأقرب قرية وهم شايلين جثة خامس، وهنا بيتم مهاجمتهم من مجموعة من قوات الهاركونن. وفي المشهد ده فعجبني وشدني قوي حاجتين. الأولى فهو جهاز بيستخدمه معظم مقاتلي المجرة، وفي المشهد ده تحديدا كان استخدامه من قوات الهاركونن، جهاز مسؤول انه يحررك من جاذبية الكوكب عشان تقدر تفلو او تطفو. وفي المشهد ده هيتيح ليهم الهرب وقت هجوم دودة شايهولود. اللحظة بقى اللي بيشغلوا فيها الجهاز وبيطيروا صعودا لقمة هضبة مع الموسيقى للمبدع هانزيمر كانت ممتعة جدا، واتحفر المشهد ده جوه دماغي بسبب جمال التصوير. اما تاني حاجة شدتني في المشهد ده فهو بعد قتل قوات الهاركونن، ازاي استخدم الفريمن جهاز يشفط المية الموجودة في جسم القوات دي عشان يستخدموا المية دي سواء للشرب لو كانت صالحة او للتبريد لو كانت غير صالحة. عجبني قوي تفصيلة اهتمام الفريمن بكل نقطة مية حتى الدموع، فكان منطقي ان اشوف جهاز ثوري من انتاج الفريمن قادر يسحب المية من اجساد اعدائهم. برافو. ونكمل برضو في نقطة تقديسهم للمياه حتى اللي في أجساد موتاهم. فمثلا خامس بعد ما مات وبيوصلوا بيه للقرية بيتم عمل زي مراسم كده، كنت معتقد إنها لدفنه، لكن اللي شفته هو إنها مراسم لشفط المية من جسم خامس بالكامل وإرسالها المكان زي بركة كبيرة جدا كده موجود منها في كل قرية من قرى الفريمن، وإن المية دي محرمة عليهم لأنها مياه أبطالهم اللي ماتوا في نضالهم لتحرير كوكبهم، وان استخدامها هيكون بس على ايد المسايا عشان يرجع بيها كوكب اراقس لكوكب مزدهر بالطبيعه والنباتات. تحفه. نسيب بقى المشاهد الجميله والاجهزه اللي انا مبهور بيها دي ونروح لنقطه حواريه بقى المره دي، حصلت في الحوار اللي كان بين خافير باردم وريبيكا فيرجسون لما قال لها ان الام المبجله بتاعتهم تقريبا بتودع وانه عاوزها تاخد مكانها، وعلشان ده يتم فلازم يتم طقس شديد الخصوصيه والتعقيد، انها تشرب من نوع خاص جدا من المياه واسمها مياه الحياة. واللي بنعرف بعد كده في خلال احداث الفيلم ان علشان يستخرجوا مياه الحياة دي فبيجيبوا صغار الديدان ويخرجوهم من البيئة الرملية اللي بيعيشوا فيها ويحطوهم في بركة صغيرة فتموت الدودة غرقا، وساعتها بتفتح بقها بالكامل فبيدخلوا أداة يشفطوا من خلالها مياه لونها أزرق جميل كده. هي دي بقى الووتر اوف لايف أو مياه الحياة. طب ايه هي اهميتها؟ اهميتها ان بمجرد شرب شيء بسيط منها بتشوف ماضي الكوكب كله بكل احزانه وتضحياته، بكل اجياله اللي عاشت عليه ودفعت علشانه، بتشوف كم ذكريات ما يتحملهاش الا الام المبجله وبس، وبعد ما عقلها يشوف كل الماضي الجسد ما يقدرش يستحمل فبتقل الوظائف الحيويه لدرجه اقرب للموت منها الى الحياه. ولو كانت هي الام المبجله بجد فهتقدر تعيش وترجع تاني من الموت اللي كانت رايحه له، وهنا يبقى كأن القدر أرادها وساعتها تبقى الأم المبجلة فعلا.
كمية تفاصيل وكتابة عبقرية تخليك مستمتع لأبعد حد باللي بتشوفه عينيك، خصوصا لما يبقى اللي بيعكس الكلام المكتوب ده ممثلين بالتقل ده. فحقيقي ده مشهد وحوار بالكامل كان ممتع جدا ليا. الفيلم حواريا واخراجيا موسيقيا وتصويريا وكل حاجه والله عباره عن تحفه فنيه هتعيش وهنفتكرها لسنين كتير قوي قدام. In the shadows of Arrakis lie many secrets. وخلينا نروح لبول شويه ونسيبنا من امه اللي بقت رسميا الام المبجله لقبائل الفريمن خلاص، ونشوف بول ازاي بيتعلم مهارات الفريمن في القتال، وازاي بدأ يشن معاهم هجمات مؤلمة جدا لقوات الهاركونن عشان يوقفهم بشكل كبير عن استكمال حصادهم للسبايس. وبنشوف هنا شجاعته اللي بيتغنى بيها ستيلجار، واللي بيقرر يختار اسم جديد لبول اتريدس علشان يبقى فعلا منهم. وبيتم اختيار اسم مؤديب اوزول، اسم جديد لبول اتريدس. وبول اختار اسم مؤديب بالذات لانه هو اسم الفار اللي عايش في صحراء اراكس، واللي بنعرف كمان ان اسم الكوكب اللي بيشير للشمال عند ثقافة بدو الفريمن، واللي هيبقى مشابه جدا لتوجهات بول مؤديب اللي عاوز يكثف هجماته ناحية الشمال اكتر، مكان تمركز قوات الهاركونن ومكان مخازنهم الرئيسية اللي مخزنين فيها السبايس. فالاسم بيكون لايق جدا على فكر بول. Nothing fancy. I understand. Nothing fancy. وبيتم الترحيب ببول من كل الفريمن اللي معاه ساعتها كبول مؤديب اوزول احد افراد الفريمن. وبرضه هنا مش هيرحمك هانز زيمر من مقطوعاته السحريه، وهيوصلك ان كل ذره في جسمك تقشعر، شعر ايدك كده يقف من جمال اللي بتسمعه من موسيقى وساوند افكت خياليه هتخليك منغمس لابعد حد ممكن في عالم دون. وملحوظه سريعه، اسم ريبيكا فيرجسون يا جماعه، اسم ريبيكا فيرجسون هو بجد اندر ريتد جدا. ريبيكا مش بس في الفيلم ده ادائها اداء ممتاز، لكن هي تمثيلها عاده حلو، وان كان ادائها في الفيلم ده وانها توصلك انها بتتكلم مع طفلتها اللي في بطنها وان طفلتها بترد عليها، وكمان ادائها بيعنيها بس اللي بتعبر بيه احسن من طقم ممثلين عرر اعرفهم كده ما بيعرفوش يمثلوا الا بالحزق، وبرضه بيطلع ادائهم زفت ويقرف الكلب. فلازم لما تشوف اداء زي اداء ريبيكا فيرجسون انك تفهم كويس هي ازاي ممثله شاطره وتقدر ده، وده دوري ان احط لك سبوت لايت على الحاجات دي. فصحصح معانا كده الله يكرمك. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الواقع سواء كان في الوقت ده بقى بيتدرب بول على كل مهارات الفريمن، وبيقدر يطوع قوة الصحراء والمتمثلة في الشاي هولود، الديدان العملاقة اللي بتحرس صحراء أراكس. ستيلجار بيدرب بول على كيفية ركوب الدودة دي، وهنا هتشوف مشاهد إيبك فشخ، وآسف على فشخ دي، من طريقة استدعاء الدود ده للاستعداد انه يجري وينط لا مؤاخذة فوق ظهر كائن عملاق في مشهد فعلا اسطوري، وازاي يقدر يطوع قوة الكائن ده ويتحكم فيه، حاجة عظيمة جدا. لكن برضه بيفضل بول اتريدس او مؤديب بقى في حالة قلق واضطراب من الرؤى اللي بتجيله، واللي بيشوف فيها دمار كامل وحرب إبادة فعلا هتحصل بسببه، وهيفضل خايف ومضطرب كده لحد حدث مهم جاي بس كمان شوية. وخلينا نسيب كوكب أراكس كله كده شوية ونروح بقى على كوكب غيدي برايم. نقول تاني، غيدي برايم هو كوكب الهاركونن. لو شفت فيديو شرح عالم ديون اللي عملته هنا واللي هسيبهولك في الديسكريبشن هتفهم كويس كل عيلة كوكبها ايه وايه قصته. المهم اننا دلوقتي على كوكب غيدي برايم، وبنشهد ظهور وصعود شخصية جديدة في العالم ده، ألا وهي شخصية فيدروسا. Feyd-Rautha, he's psychotic. واللي اتكلمت في المراجعة اللي بدون حرق عنها وعن أداء أوستن باتلر الجبار للشخصية السايكوباتية دي. وليه هنا بقى تعليق سريع، أنا لازم أشوف ترشيح لأوستن باتلر للأوسكار عن دوره في الفيلم ده حتى لو مخدهاش، بس الواد ده لازم يتكرم على دوره العبقري كفيدروسا. واهم لقطتين بقى حصلوا على غيدي برايم برضو عاوز اتكلم عنهم، هو حواره مع عمو البارون وطريقة اخراج المشهد بتاع فيدروسا لما كان في الحلبة وبيقاتل 3 من الاتريدس اللي تم سجنهم بعد ابادة عائلتهم اللي حصلت في الجزء الاول. المشهد الحواري بين فيدروسا مع البارون كان مهم جدا فيه انك تفهم اهمية ومدى ضخامة العرض اللي عرضه البارون على فيدروسا. هو ما قالوش انك هتبقى البارون بعدي، لا، ده قال له ان هوصلك انك تكون الامبراطور
وازاي هقدر اوصلك بالفعل للمكان ده. مشهد متعته قايمه في خلق الدافع. انت بتخلق دافع غير طبيعي جوه نفس فيدروسا اللي هو اصلا شخصيه سيكوباتيه وشاذه جدا، وده كفيل يحول الشخصيه اللي قدامك الى شخصيه مرعبه في شرها. انت خليته عاوز ينجز كل شيء على افضل شكل ممكن علشان يوصل للي انت وعدته بيه. فحتى لو كان الحوار ده عدى على ناس وشافته عادي، فانا شفته قوي جدا علشان هيضاعف عنف وشذوذ شخصية زي شخصية فيدروسا، وده اللي تم بالفعل. تاني نقطة بقى شدتني جدا في المشاهد اللي كانت على غيدي برايم كانت طريقة تصوير واخراج مشهد الحلبة بتاع فيدروسا. وللي ما يعرفش، فكوكب غيدي برايم الشمس بتاعته شمس سودا يا جماعة. ولما اتسأل دينيس فيلناف عن ليه اختار في المشهد الإضاءة بتاعة الأبيض والأسود بدل الألوان، رد بحاجتين. الأولى إن الشمس السودا مش هتخلي ألوان البشرة عند الممثلين طبيعية خالص، وده مش هيخدم رؤيته هو للفيلم. ففكر في النقطة التانية، واللي هي إنه يخلي المشهد بالأبيض والأسود علشان كمان يوريك بشكل مركز روح الشخصيات في المشهد ده، واللي بالفعل حصل. وأصبح المشهد ده فعلا حاجة أيقونيك جدا بالنسبة لي، وقدرت قوي فيلناف وتعبه في الفيلم ده. وحقيقي احنا قدام مخرج بيثبت انه اسمه قوي جدا في الصناعة دي، وهنفتكر اعماله كلنا زي ما بنفتكر اعمال سبيلبرج ولا نولان ولا غيرهم. فحقيقي برافو. ونرجع بقى لمراجعتنا والفيلمنا الملحمي، ونشوف هنا بقى بعد صعود اسم فيدروسا في الاصداء ازاي بني جزرت بيحاولوا يفهموا الواد ده واخره ايه وبيفكر ازاي. فبيبعتوا له واحده منهم علشان تفهم شخصيته، واللي بتنجح بالفعل في دورها، وبترجع لكبيري بني جزرت وهي حامل من فيدروسا، وبتبلغها ان فيدروسا شخصيه شهوانيه، وبتعرفها كل نقاط ضعفه اللي هي لعبت عليهم، واللي هم البين والهيوميليشن. كنت توقعت ان ده بناء برضه لابعاد شخصيه فيدروسا عشان يتم استخدامها قدام، لكن اتفاجئت في الاخر بقتل فيدروسا على ايد بول. ولكني احترمت جدا الكتابه للفيلم ده ساعتها، لانهم كتبوا ابعاد الشخصيه كامله حتى لو ما استخدموش ده، لكن انت بتتفرج وانت فاهم كل شخصيه دوافعها ايه، ابعاد شخصيتها ايه. فحقيقي كتابه ممتازه ما كانش فيها اي سلق للاحداث نهائيا. فيدروسا بقى بعد ما اتخلق له دافع جبار بوعد البارون ليه بالامبراطوريه، وشرط ده انه يحكم قبضته من تاني على كوكب اراكس عشان يرجعوا يستخرجوا التوابل عشان يعوضوا حجم الانفاق اللي تم انفاقه في الحرب على عيله الاتريدس، بيتحرك فورا فيدروسا لكوكب اراكس، وبيبدأ يبان جنونه الغير طبيعي بقصفه العشوائي لأي مكان عايش أو متوقع أن يكون عايش فيه أي بدو من بدو أراكس. وبيقدر فعلا ينجح باستراتيجيته دي ويحكم قبضته على شمال الكوكب من تاني، ويثبت فيدروسا كفاءته قدام عمه البارون، ويستنى تحقيق وعد عمه ليه. وهنا فهنرجع لبول مؤديب، واللي لسه بيكون رافض انه يمشي الطريق اللي بيشوفه في احلامه، لكن بيجيله في احد رؤياه خامس ويقول له you have to see. وقبلها ام بول كانت بتحاول معاه انها تقنعه هي واخته اللي لسه في بطن امه انه يشرب من ميه الحياه عشان تتفتح عينه على المستقبل ويقدر يشوفه بالكامل، لكنه كان بيرفض دايما. لكن بعد رؤيته الخامس وكلام خامس لبول بيقرر انه يروح ويشرب فعلا من ميه الحياه دي، لكن جسمه ما بيقدرش يتحمل نهائيا، وبيفضل في حالة ثبات كده لحد ما بتيجي حبيبته زندايا وتخلط مياه الحياة دي بدموعها اللي بتمثل مياه الصحراء، وتبلي بيها شفايف بول وبيفوق فورا. والمرة دي بيفتح عينيه وهي متغير لونها بالكامل لعيون زرقاء زي عيون الفريمن. ومن هنا فانت هتبقى قدام شخصية جديدة بالكامل لشخصية بول اتريدس. انت قدام فعلا واحد صدق خلاص انه المصايا وانه لسان الغيب محدش هيقدر يقف قصاد بول اتريدس في قراراته، ولا حد هيقدر يقف قدام تيموثي شالامي في ادائه. من اللحظة دي نهضت شخصية قالت عنها كبيري بني جزرت انها شخصية تمتلك القوة المطلقة، القوة اللي ما ملكهاش حد قبل كده. نهضت شخصية كويسادز هايدراخ. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. وبالفعل بمجرد ما يفوق بول بعد شربه للوتر اوف لايف بيكون قادر بشكل كامل ونهائي انه يشوف المستقبل بكل احتمالاته، ومش بس المستقبل، هو عارف الماضي كمان بكل خباياه. بقى قادر يشوف كل احتمالات الحرب
وقادر يحدد انهي احتمال هيكون هو اللي هيحقق انتصاره. بقى قادر يختار الضرب لكل شعب أراكس. ومن خبايا الماضي عرف حاجة كانت زي الصعقة كده لما الواحد عرفها. عرف ان امه اللي من بني جزرت واللي كانت متزوجة من ابوه اللي هو قائد عيلة الاتريدس هي في الاصل بنت البارون قائد عيلة الهاركونن. يعني بول نصه هاركونن ونصه اتريدس، ودلوقتي كمان بقى فريمن. يعني بكل بساطة الولد ده فعلا هيكون هو الرابط الوحيد لكل الشعوب دي، ففعلا هو المصايع او المختار. وهنا بيبدأ بول في فرض قراراته على شعب الفريمن ويرفض عاداتهم وتقاليدهم، الامر اللي هيخلي كل اهل الفريمن المتواجدين والحاضرين في مجلس الحرب انهم يقفوا ضده. لكن خلاص انتهى ان حد هيقدر يقف قدام بول تاني، وبالفعل بيفرض على الكل سيطرته بكل قوة، وبيبدأ يختار اشخاص عشوائية ويسرد لهم تاريخهم وماضيهم عشان يبدأ كل اللي في المجلس يرددوا كلمة واحدة: لسان الغيب. مع تصاعد موسيقى هانز زيمر بقوة في المشهد ده خلت المشهد ده يكون من اجمل مشاهد الفيلم برضه بالنسبة لي. هنا صدق الكل خلاص ان بول هو المختار، وهنا برضه بيوعدهم بول باسترجاع أراكس من ايد الامبراطورية وتحويلها لجنة خضرة من تاني. هنا بول بيكسب مش بس حب الناس كلهم، لا ده بيكسب كمان ايمانهم الكامل بيه. دوك ارتيديس ملك أراكس. مشهد جبار. بعدها بيبعت بول رسالة مختومة بختم عيلة الأرتيدس للإمبراطور عشان يعرفوا إنه لسه عايش، وإنه هيقول لكل العائلات على اللي حصل، وده طبعا كفيل بإنه يعمل انقلاب كامل على الإمبراطور. فبيقرر الباشا بسرعة ياخد كل جيشه ويروح على أراكس عشان يقضي على بول أتريدس. لكن دي بتكون خطة بول عشان يجر بيها رجل الإمبراطور وجيشه كله لمعركة هو محدد كل أبعادها وتفاصيلها وعارف إزاي هيكسبها. ما احنا قلنا بقى خلاص بول اتحول لكويسادز هايدراخ وبقى قادر يشوف كل الاحتمالات المستقبلية، ودلوقتي فهو بيطبق الاحتمال اللي هيخليه يكسب الحرب دي بكل قوة وثقة. وبالفعل تبدأ الحرب اللي ما بيقدرش جيش الامبراطورية كله انه يتوقعها ويقف قدامها، وبيهزم بول وجيشه من ملايين الفريمن جيش الامبراطور. عجبني قوي المشهد لما بول دخل القاعة اللي فيها الهاركونن والامبراطور وما بصش لحد وراح لحد البارون، طلع خنجره وقال له: جدي موت زي الحيوان، وقتله. كان نفسي اشوف اي مقاومة للبارون بصراحة، لكن انا برضو مبسوط جدا باللي شفته. بعدها بقى القتال اللي بيحصل بين بول وبين فيدروسا، واللي بيتقتل فيه فيدروسا بحركة مجنونة من بول اتريدس، وبيركع بعدها الامبراطور امام بول وبيبوس خاتم عيلة الاتريدس في ايد بول. وينتهي الفيلم بوصول كل العائلات الكبرى اللي استدعاهم البارون لما لقى ان الامبراطور في مدار كوكب أراكس، وبنلاقي ان العائلات بترفض الاعتراف ببول اتريدس كقائد وامبراطور جديد، فبيأمر بول بارسالهم للنعيم يخلص عليهم يعني. وهنا بتدق طبول الحرب بين بول وبين العائلات الكبرى كلها، وينتهي فيلمنا الجميل وفي انتظار جزء ثالث واحتمال اخير عشان تكون ثلاثية جبارة هتعيش معانا لسنين، وهفضل ارجع واشوفها كل شوية من حجم المتعة اللي فيها. اما النقاط بقى بتاعت زندايا وعلاقتها ببول وبنت الامبراطور وتوقع دورها في الجزء الجاي، فدي حاجات انا قلتها في المراجعة اللي بدون حرق فمش عاوز اذكرها تاني. انا في الفيديو ده كنت بتكلم عن مشاهد وحوارات، عن اجهزة متطورة واساليب قتال ومعيشة للفريمن، عن حاجات اثرت فيا لما شفت الفيلم ده مرة واتنين. وهنا بقى فاقدر اقول اني شبعت مؤقتا من الكلام عن فيلم دون، الفيلم اللي يوم ما هيجوا يشيلوه من السينمات هحس اني فقدت شيء مهم في اليوم ده والله. دون بارت 2 كانت تجربة ساحرة لفيلم عظيم ولثلاثية جبارة هتعيش لسنين. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، واني قدرت اتكلم عن كل الجماليات اللي شفناها في الفيلم العبقري ده، وان اكون قدرت اطلع الكلام اللي كان جوه كل واحد فيكم. شكرا جدا ليكم على المشاهدة. سلام.